لو جبت 50 60 70 او حتى 80%، الف مبروك، ده اجمل فشل هيعدي عليك في حياتك. وخليني في الفيديو ده احرق عليك المستقبل، وكمان افهمك ليه ده اجمل فشل في حياتك، واخيرا هديك خطة كاملة ازاي تبقى انجح شخص في المكان بتاعك في اواخر القرن 19، وبالتحديد في معامل نيوجيرسي في امريكا. كان في شاب قاعد ليه ليالي طويله بيشتغل على حلم واحد بس، وهو انه يخلق مصدر ضوء عملي وامن ويكون موجود في كل بيت. كان في فريق معاه بيشتغل على الفكره، ويوم بعد يوم يجرب ماده مختلفه لفتيل المصباح، وكل مره يفشل والناس تضحك عليه. الصحافه بدات تتكلم وبتقول في شخص مجنون بيحاول يعمل مصباح كهربائي. تخيل نفسك مكانه، 1000 تجربه فاشله، كل مره انفجار بسيط، حريق، واصحابه في المعمل يقولوا له يا عم كفايه، خلاص احنا مش هننجح. لكن الشاب ده قرر ما يستسلمش، حتى بعد ما جاله صحفي وسأل ازاي بعد 1000 محاولة فاشلة لسه مكمل. ابتسم وقال بثقة: انا ما فشلتش 1000 مرة، انا اكتشفت 1000 طريقة ما تنفعش لعمل المصباح. واخيرا بعد كل التجارب والتعب، توماس اديسون يلاقي التركيبة الصح للمصباح الكهربائي، ونور اول مصباح كهربائي في العالم. ومن وقتها الدنيا اتغيرت، والليل بقى ليه ضوء يخلق امل جديد للناس. من هنا عاوزك تفهم قوة الفشل اللي عديت بيه. كلنا بنكره الفشل وبنذم الفشل، بالرغم ان الفشل ده افضل معلم للانسان. لما تنجح في شيء مش هتعرف ليه انت نجحت، انت هتكرر الطريقه فقط، لكن لما تفشل هتسال وتحلل وتعرف الاسباب اللي خلتك تفشل. وبالرغم ان انت هتتطور، لكن عقلك رافض الموضوع. عقلك بيكره الفشل عشان مش عاوز يتعب، مش بيحب يعمل مجهود، بيخاف يجرب. لكن خليك مدرك وان ليس للانسان الا ما سعى، قد ما تتعب وتجتهد هتلاقي. وهنا يجي المقوله اللي انا متبنيها: تجنب الفشل تجنب للنجاح. لازم تفشل علشان تنجح. اي شخص شايفه ناجح هو فشل كتير. محمد صلاح اترفض من نادي الزمالك، ودلوقتي افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وهو كان احتياطي في تشيلسي وما كانش بيلعب. مرات كتيره من الفشل تعلم منيها وقدر يوصل للنجاح. طيب ازاي استغل واستفيد من الفشل اللي عدى علي؟ هم 5 حاجات ما فيش غيرهم. رقم 1: تقبل الفشل. الفشل شيء طبيعي بيحصل مع كل الناس. رقم 2: تحرر من الاعذار، ما تقعدش تبرر. خد المقوله دي واكتبها في كل مكان: كل مبرر فاشل. لما بقول للناس ابداوا في صناعه المحتوى، بيجي واحد يقول لي انا ما معيش معدات. انا ما كانش معايا معدات، انا معيش استوديو زيك جميل كده، انا كنت بصور في اوضه الجلوس، معيش حتى اوضه شخصيه. اصلا الناس هتقول عليا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. اصل الثانويه العامه صعبه، اصل نظام التعليم مش كويس. كل ما تحط مبررات اعرف ان انت مش هتتعلم من الفشل. رقم 3: خليك شجاع في مواجهه الفشل. هفشل مره هتعلم، هفشل مرتين هتعلم اكتر وهطور من نفسي. ما تخافش من الفشل، واجه. رقم 4: حافظ على توازنك النفسي، ما تفضلش تلوم في نفسك وتباكت في نفسك. قبل الموضوع وتعلم من التجربه. اخر شيء: تبنى عقليه النمو. في عقليتين: عقليه الثبات وعقليه النمو. في شخص شايف ان الناس اللي نجحت بسبب الموهبه فقط او الواسطه او اي شيء خارج ايده، وده علشان يريح نفسه وما يتعبش وما يجتهدش. ده هيفضل طول عمره زي ما هو، ودي اسمها عقليه الثبات. لكن عقليه النمو ده شخص عارف ومؤمن ان اي شيء في الدنيا يقدر يتعلم. كلنا عندنا الموهبة بنسب معينة، ولكن الشخص اللي بيتدرب وبيجتهد وبيستمر بيقدر يوصل للاحتراف. أنا لما طلعت ما كنتش أفهم شيء في صناعة المحتوى، مع الوقت والممارسة والتعلم بقيت من أشطر صناع المحتوى في المجال العلمي في جمهورية مصر العربية، لدرجة أن وزارة الشباب والرياضة وتطبيق تيك توك كرموني ضمن أفضل 5 صناع محتوى مبدعين. فأنا تعلمت وجربت وطورت من المهارة اللي عندي. ثاني شيء: خليني أحرق لك المستقبل بتاعك أو السنين بتاعة الجامعة. في البداية عاوز أقول لك إن كل إنسان خلق لما يسر له. يعني أنت لو ما دخلتش طب أو هندسة فأنت مش مكتوب لك تدخل طب أو هندسة، ولكن تقدر تحاول مرة ثانية. في قصة عجبتني: في شاب جاله اكتئاب بعد نتيجة الثانوية وفكر في الانتحار. الطالب ده كان حلم حياته انه يدخل كلية الطب، ولكن ما توفقش. الشخص بيسأله: ليه انت عاوز تدخل طب؟ فقال له: انا والدي متوفي بسبب السرطان، وانا كنت عاوز ادخل طب علشان الاقي علاج لمرض السرطان. حلم نبيل عظيم. فالشخص سأل السؤال الثاني: هو مستحيل تحقق الهدف ده بدون دخولك لكلية الطب؟ فالطالب قال له: مستحيل. سأل السؤال الثالث: هو انت عاوز تدخل كلية الطب ولا عاوز تعالج مرضى السرطان؟ قال له: لا، انا عاوز اعالج مرضى السرطان. قال له: طب ايه رايك تدخل كليه تجاره وتعمل بزنس وشركه تجيب لك دخل كبير وتدعم ابحاث لاكتشاف مرض السرطان، او تعمل مستشفى وتعالج فيها السرطان بالمجان؟ الشاب ملامحه اتغير وكأنه شاف الحلم بتاعه يقدر يوصل له، ولكن من طريق جديد. وهو ده اللي عاوز اقول لك عليه: في المستقبل بتاعك انت تقدر توصل لهدف وحلمك، لان مفيش طريق واحد، في 1000 طريق يوصلك للهدف ده. انا كان نفسي ادخل كلية اعلام، ولكن برغم ان انا بقيت الخامس على المدرسة بتاعتي، مع اني كنت في سنة تانية ثانوي هصغر، ولكن ما حققتش الحلم ده، ومجموعي ما جابش اعلام، معيش فلوس اروح كلية خاص، محدش قال لي على اداب قسم اعلام، ولكن
دخلت السوشيال ميديا وقدرت اوصل هدفي ورسالتي، ودلوقتي طلاب كتيره في اعلام نفسهم يبقوا في المكان بتاعي. فسنه واحده تحدد مستقبلك، ده كلام بلح. انت هتدخل كليه وهتكون نوع من الثلاث انواع دول. النوع الاول الشخص الزيار، انا اطلقت عليه اللقب ده دايس في اي حاجه، شلل اولاد وبنات بيدخل، حفلات بيجري عليها، ماتشات ولعب 24 ساعه، مش بيعمل اي حاجه مفيده، بينجح فقط. ده بعد ما بيتخرج بيفضل يندب حظه على السوشيال ميديا، بيقول البلد ما فيهاش شغل، ما فيش فرص، احنا ظروفنا زي الطين، مع انه هو ضيع كل السنين اللي كان المفروض يتطور فيها. ففي الوقت اللي الناس فيه كانت بتزرع هو كان بيلعب، في الوقت اللي الناس فيه ابتدت تحصد هو فضل يلعب. اتمنى ما تكونش الشخص ده. ثاني شخص وهو الدحيح، ده شخص قرر انه يعيد ثالثه ثانوي 4 سنين كمان. شخص دخل الكليه وتحدى نفسه انه يبقى معيد الدفعه ويتعين دكتور في الجامعه، بيذاكر ويجتهد ويحضر محاضرات ومركز جدا في السبق الدراسي. اغلب الطلبه زيه في نفس المستوى بتاعه، جايبين نفس المجموع، في الغالب بينجح، ولو ما نجحش في الهدف ده بيبقى من افضل الناس في المجال بتاعه. ثالث نوع معانا وهو الطالب المهاري. الطالب ده شايف ان انا لازم انجح في الجامعه عشان المكانه الاجتماعيه، انا خريج جامعه، ولكن انا هتعلم مهارات، هركز ان انا اتعلم مهاره عاليه الدفع. ابحث عن مهارات عاليه الدفع، هتلاقي زي البرمجه، المونتاج، الجرافيك، صناعه المحتوى، ودي مهاره جوكر، وهقول لك ليه كمان شويه. وكمان يتعلم سوفت سكيلز، مهارات زي التواصل، الذكاء العاطفي، اداره الوقت، ده بيزود فرصك جدا، هيطور نفسه في لغه، واللي اصلا الموضوع ده بس ممكن يغير حياتك. فالطالب ده هو في الكليه بيبقى عنده دخل، وبالاخص لو اخذ الحاجات المهمه زي السوفت سكيلز. انا كنت دارسها من موقع اسمه ادراك، موقع فيه كورسات مجانيه وكمان بيديك شهاده. كمان اللغه، كنت عامل تحدي لغه انا وصديقي عبد الله، في 45 يوم اتقنت الانجليزي، ممكن تسمع الفيديو ده. ثالث حاجه مهاره صناعه المحتوى. شوف انا لو قعدت اقول لك للصبح ان المهاره دي من اقوى واهم المهارات اللي محتاجاها كل الناس مش هيكفي الوقت. تخيل ان كل الشركات في العالم محتاجه شخص عند المهاره دي، شخص يعرف يعمل بوست او فيديو يحقق ملايين المشاهدات. انا المهاره دي غيرت حياتي، عرفتني على ناس كتير، جابت لي فلوس اكتر، ده غير الشهره. وعشان كده انا عملت كورس في المهاره دي. الكورس واخد تقييم 4.7 من 5 على موقع يوديمي، اكبر موقع للكورسات، وبشهاده الناس ان فيه معلومات جبار، لان انا لخصت فيه خبره 5 سنين، ده غير الكورسات اللي انا اصلا دافع فيها فلوس كتير. فصدقني الكورس ده هيغير حياتك لو طبقت اللي فيه. وفي خصم ال100 طالب بمناسبه تخرج من الثانويه العامه، تلاقي طريقة التواصل تحت. واخر حاجة ازاي تكون من التوب ال1% وتبقى انجح واحد في المجال والمكان بتاعك. شوف انا الخصهم لك في 3 حاجات. رقم 1، ادمج بين النوع الثاني والنوع الثالث في انواع الطلاب، ركز ان انت تقفل في المواد والدراسة بتاعتك وتبقى من افضل الناس في الكلية، وكمان اتعلم مهارات وطور من نفسك. انا عملت كده وجبت جيد جدا في الجامعة بتاعتي، فرق 1% عن الامتياز، وكمان كنت باخد مهارات وبطور من نفسي. رقم 2، التطوع. شوف يا صاحبي حياتي اتغيرت تماما بسبب التطوع، بتعلم مهارات وبتدرب وبطور من نفسي في التطور. كنت عاوز اطور مهارة الالقاء والتحدث امام الناس، دخلت المسرح، بقيت افضل مخرج في الجامعة في المسرح، اخذت شهادات وطورت من نفسي، وكمان سافرت ومثلت الجامعة، كل ده ببلاش وكانوا بيدوني فلوس. ده غير كمان العلاقات اللي بتكتسبها، انا في كل محافظة لي اشخاص اعرفهم واصدقائي بسبب التطوع. فالتطوع مفيد جدا في المهارات والعلاقات، وكمان لو في شيء لله ده بيخلي معنوياتك عالية جدا. فتطوع في المكان اللي انت عاوز تتطور فيه، محتاج مهارات منه. بس نصيحة، ما تبقاش زي النوع الاول من الطلبه اللي رايح عشان يغضب ربنا. رقم 3 واخر حاجه ولازم تطبقها بشكل عملي، هتدخل على العبد بتاعك ChatGPT وتقول له انا عاوز تحدي بيني وما بينك 30 يوم، عاوز اتعلم فيه حاجه واحده، مثلا لغه انجليزيه. لو عندك وقت فراغ ممكن تضيف جيم وتضيف مهاره عاليه الدفع زي مهاره صناعه المحتوى، وتبتدي في ال30 يوم دي مذاكره وتعلم 2 ساعات بس كل يوم. صدقني حياتك هتختلف، هتبقى من التوب 1. ولو عملت كده وحياتك ما اتغيرتش تعالى كلمني قول لي يا قريفاني انا عملت التحدي وحياتي ما اتغيرتش. ده كفايه مهاره الالتزام اللي هتقويها جدا عندك. واهم نصيحه، طاعة الله، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحياة والثانوي والمهارات وكل ده في الدنيا، إحنا جايين للآخرة، اللي إحنا عايشين فيه ده فترة انتقالية للحياة الأساسية بتاعتنا، فتخليش الدنيا تلهيك ودايما خليك عبد لله. أتمنى تكون استفدت واستمتعت، واعمل اشتراك للقريفاني وما تبقاش أناني.